مرحبا بكم في قناتي، حيث نتحدث عن كل ما يتعلق بكرة القدم الإفريقية. في هذا الفيديو سنناقش التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها عز الدين أوناحي لاعب المنتخب المغربي عن المنتخب المصري، وردود الفعل التي تلتها من لاعبي ووسائل إعلام مصر. لنبدأ بالتعريف باللاعبين. عز الدين أوناحي هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي والمنتخب المغربي. يلعب في مركز الجناح الأيسر، ويتميز بسرعته ومهارته وقدرته على التسجيل. في الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع ناديه. مع المنتخب المغربي شارك في 15 مباراة وسجل 4 أهداف، وكان من بين اللاعبين البارزين في تأهل المغرب إلى كأس إفريقيا 2023. مصطفى محمد هو لاعب كرة القدم مصري يلعب في نادي غلطة سراي التركي والمنتخب المصري. يلعب في مركز المهاجم، ويتميز بقوته وتحمله وفاعليته أمام المرمى. في الموسم الحالي سجل 12 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة مع ناديه. مع المنتخب المصري شارك في 10 مباريات وسجل 5 أهداف، وكان من بين اللاعبين الرئيسيين في تأهل مصر إلى كأس إفريقيا 2023. الآن لننتقل إلى التصريحات التي أثارت الجدل. في مقابلة مع صحيفة لا بروفينس الفرنسية، انتقد أوناحي طريقة لعب المنتخب المصري قبل انطلاق كأس إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. قال أوناحي: مصر التي فازت باللقب 7 مرات من قبل لا تقدم كرة قدم جميلة، ولكنه منتخب قادر على الهيمنة. يمكنهم أن يسيطروا ويسجلوا هدفا من ركلة ثابتة، ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا وكف. تصريحات أوناحي أثارت ردود فعل من لاعبي ووسائل إعلام مصر. مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري رد على أوناحي قائلا: لم أسمع أو أشاهد تصريح أوناحي لاعب المنتخب المغربي، لكن إذا كان قد قال ذلك فإن تاريخنا وأرقامنا ترد. فزنا بالبطولة 7 مرات، وإن شاء الله نحققها للمرة 8، وإذا كان يرى تلك الطريقة تجلب الانتصار أنصحه أن يفعلها لكي يفوز بالألقاب. لكن لماذا قال أوناحي هذه التصريحات؟ هل كان يريد إثارة الجدل أو التحدي أو التشهير؟ هل كان يعبر عن رأيه الشخصي أو ينقل رسالة من مدربه أو زملائه؟ هل كان يعلم أن تصريحاته ستصل إلى وسائل الإعلام المصرية وستثير ردود فعل قوية؟ هل كان يتوقع أن يرد عليه مصطفى محمد أو غيره من لاعبي المنتخب المصري؟ هل كان يحاول إرباك أو إثارة غضب أو إحباط أو إنزال معنويات المنتخب المصري؟ هل كان يخشى من مواجهة المنتخب المصري في البطولة؟ هل كان يريد أن يثبت نفسه أو يبرز موهبته أو يجذب انتباه الأندية الأوروبية؟ هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرح على أوناحي لمعرفة دوافعه وراء تصريحاته. ولكن مهما كانت الأسباب، فإن تصريحاته لم تكن محترمة أو مهنية أو موضوعية. فهو لم ينصف المنتخب المصري الذي يملك تاريخا عريقا ولاعبين موهوبين ومدربا ذا خبرة، كما أنه لم يحترم جمهوره الذي يتابعه ويشجعه وينتظر منه أن يتحدث بلسان الكرة وليس بلسان الإهانة. وأخيرا لم يحترم نفسه، فهو لاعب شاب لديه مستقبل واعد، ولكنه بتصريحاته هذه ربما أغلق عليه بعض الأبواب أو خسر بعض الفرص أو عرض نفسه للانتقاد أو السخرية.